واللحظة نفتح الورقة الثقافية للظهيرة ونتوقف بالداخلة. بالداخلة ولد وبها نشأ مصطفى إسواكي، شاب في 32 من عمره، أطربه اللون الحساني واختاره لونا موسيقيا يؤديه اليوم بعدما أسس مجموعة فنية تحمل اسمه منذ 3 سنوات على خطى موسيقى الأجداد. زكريا عبد المجيد ويونس الحبشاوي. مصطفى السواكي اسم بدأ يفرض نفسه في الساحة الفنية الحسانية كأحد الشباب الذين أضفوا لمسة خاصة على التراث المحلي. رأى النور في ذات يوم من العام 82 900 وألف منذ سن مبكرة تفتقت موهبته الفنية وبدأت تظهر أولى معالمها، غير أنه وجد في أسرته خير معين وراع لهذه الموهبة حتى أصبح اليوم اسما يعد بمستقبل فني واعد. سواكي مصطفى منين كانت عنده تقريبا ديك 12 سنة قابض الجيتار في الدار، نتخط ندوز انا عليه بحال نلقاه قابض الجيتار، وكنشوف ان طفل مشاف مع يوميا في نطاق هذا الفن. زادنا حماس عننا نزيدوا معاه، ووفرنا له الحمد لله المكان اللي يقدر يتدرب فيه دائما ويجيو اصدقاء ديالو. المخرج ضروري يبحث على اشخاص اللي يكملوا العمل ديالو، ومن ضمنهم الموسيقى. وانا في تجربتي اخترت الاستاذ مصطفى السواكي باش يتعامل معي في هذا الجانب هذا، ولقيته استاذ يستحق صراحه التقدير والاحترام في المهام اللي كان نعطيها له يقوم بها في اثناء تلحين الاغاني المصاحبه للمسرحيه. زي الدراعه زينه ورخنا فيها مجادنا تشلخنا ودينا كديتنا وادنا. أنا قريت الموسيقى عند فنان معروف هون في الداخلة قال له سلموا. أول مرة شاركت مهرجان كان مهرجان الشعر والأغنية الحساني مدينة الداخلة، كنت عازف على آلة لورك، ومن ثم قلت أنا نطور الأغنية الحسانية، عدلت جروب ومشيت شاركت في مهرجان الوطية، مهرجان تارودانت. بالنسبة لتطوره في الفن ياسر يتطور كل مرة عنده الجديد، ما هو انه كل مرة يعني عدل نفس الأغنية. الجمهور كامل عنده إعجاب بفنه، لا بالنسبة للمسائل العصرية تعني بالنسبة للعصري، لا بالنسبة للمولي ثاني يتكلم عن مثلا تيرس، عن الصحراء. للفن الحساني خاصية في التلقي، وهي التتلمذ على يد أحد كبار الفنانين. هو ذاك ما يجتهد فيه السواكي ليرقى باسمه إلى جانب النجوم في سماء الطرب الصحراوي الأصيل.